صافي دابا كملات، غنبقاو مقابلين حنا غير المراسلين والصحفيين. عاوتاني اليوم تم طرد مراسل مصري من المغرب قبل قليل، وصدمت الاعلام المصري والمراسلين المصريين. علاش عاوتاني طلع لهم هما الدم؟ علاش عاوتاني هاد؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. وهاد الناس هادو الله بغاو يحشموا، واش جاي غادي يقدموا طبق رياضي ويهضروا على الرياضه ويهضروا على الفريق المنتخب ديالهم؟ دابا شنو جاو دابا كيقابلوا غير كيقلبوا غير على شي حاجه ماشي هي هذه. شوف رده الفعل ديالهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. الله العظيم هذا الشيء بزاف. في المغرب ويسب ويسب ويسب، جاي داخل فورسي، جاي مبقى يصرح لك عند الباب ديال الفندق، فندق عادي بغا يردنا بحال كوتيفوار، ويرد المغرب بحال الكاميرون، ويرد المغرب بحال اي دوله مصري. نهار الافتتاح وطلع يدير البوز ويدير الترندات ويخدم لانه جاي خدام عند سيادو. هذا جاي باش يشوه المغرب، باش يطلع للحوز ويشوه المغرب. ها هو الانسان هذا ديروا معاه الواجب، راه يسكن في مراكش وراه يمشي لاكادير. الانسان ما خاصوش يقعد في المغرب. وهاد الناس ديال اكادير، الجماهير ديال اكادير، هذا يدير ما بغا في المغرب، ولا يمشي يصور لك الحوز ولا يصور لك، هذا خاصو يطرد. انا نقولها لكم، هاد الناس هادو راهم جايين خدامين اجنده. المهم ها واحد العينه، هذا انسان واحد العينه من هذوك الناس هذوك اللي بزاف. البارح شفنا واحد الحاجه. البارح كان الاعتذار ديال القناه التونسيه، كان الاعتذار الرسمي ديال القناه التونسيه، والاعتذار علني، وهو المراسل اعتذر عاود علني في التلفزيون وكذا، اعتذار علني. ولكن هو كان عنده اهداف، يعني قال لك احنا غلطنا. هذا مول القناه ديال الحوار ديال تونس، قال غلطنا ما علينا. ندخلوا درك غادي ندخلوا لواحد الحاجه داروا اللفته انسانيه، يعني حاجه والله العظيم الا تبكيك. هاد التصويره هذه راكم تشوفوا فيها هنا، كاينه وحده ديال المعاقه ديال نادي المشجعه الجزائريه، رفدوها مساكين المخزن البوليس ولا المخزن ديال المغرب، رفدوها ودخلوها وفوتوها. شوف هذه الصوره، هذه الصوره يعني ما شاء الله، يعني حاجه تفرح. يعني الناس هذوك اللي كانوا يسبونا كما يسبوا المخزن وكذا منا، شافوها في الواقع اليوم. شوف هذه ما شاء الله، يعني صوره انا ولات في التيتان هضره ما عرفتكاوش. غادي نعبر بهذه الصوره هذه اللي شفتها. هذه من جهه. دوك ندخلوا للارقام. ارقام كاس افريقيا، ارقام في الجولات الاولى ديال الجمهور حطمت كاع الارقام ديال كوتيفوار. والجماهير اللي كانت في الجوله الاولى والناس اللي كذبت الارقام، شوف انا غادي نعطيك كاع الملاعب اللي مشاو كذبوا الرقم اللي كان في ملعب البريد، او الرقم كان 13000، مشاو كذبوه. علاش؟ لانه هما ما شافوش الملعب كامل، شافوا غير رقم وشافوا واحد الشيء، صحاب لهم الملعب ما فيهش 13000. اليوم الناس من تدخل بالتيكي، راك التيكي ديالك راك تفاليديه، وهذاك الشيء ما هذاك الشيء راه بلا انترنيت. ماشي انا غادي نحسب الارقام ونحطها في التيكي، راه كلشي بلا انترنت، كلشي مسجل. من تفاليدي الاخر يفاليدي الاخر يفاليدي، تخرج لك 13000 الارقام كامل. ولكن هما بغاو يشكوا في الارقام. زعما شوف صحافه الذل هذه شكتها بالارقام، ولكن الارقام راه حقيقيه. الملعب البارح، الملعب الثاني اللي كان معمر 35000، الملعب ديال اكادير 35000 متفرج. هنا باش تعطيك المغرب بهر العالم. اول حاجه في البنيه التحتيه العالميه، وصحافه زيغو كانوا يسناو المغرب يغرق في الشتاء وكذا منا، كانوا يسناوها في التلفزيون باش يتفرجوا فيها. ولكن الحمد لله ربي كاع الامطار اللي نزلت وهذاك الشيء اللي طاح والخير اللي طاح في المغرب، ولكن ولا نقطه بقات فوق الكاس. علاش؟ لانه خدامينها لتحت. المغاربه خادمين الارضيه الصح اللي ما نقدروش نخدموها لا حنا ولا حنا. كون طاحت عندنا هي واحد شويه كون غرقت البلاد كامل. هذا الشيء خادمينه الارضيه لتحت، وهذا الشيء اللي ما رضاوش ديالنا. ما بغات حافظ الدراج يبغاو يطردقوا. واش تا ولاو داروا البروباغندا ديال الجمهور المغرب. انا حاجه وحده، جماهير المغربي ما تشجعش الخصوم اللي غادي ينافسوك على اللقب. هذه كرة القدم، هذه لعبة مسابقة ديال كرة القدم. أنا البارح ملي شفتكم، والبارح شفتكم شجعتوا المصريين، لا خويا المصريين هذه كرة القدم. راني برا خوك، بصح الملعب هذا ملعب تيران، هذا كازو، نتقاتلوا فيه. لانه انا باغي الكاس، انت مغربي باغي الكاس. انت ما بغيتش ماشي تحسس المصريين بحال راهم لاعبين في مصر. نجي لك البارح عاود المنتخب الجزائري، ما تحسسناش بحال اللي راه لاعبين في الجزائر. لا، نشجع السودان. هذه كرة القدم عاديه، ما فيهاش حتى حاجه، ما فيها الخوا هذيك في الشارع وخويا في الشارع. انا نقولها لك فرونشمون، لانه غدوه غادي يدخلوا للجزائر وغادي يقول لكم بزاف الحوايج وغادي يسبوكم وغادي تندموا على داك الشيء اللي راكم ديروه. في الشارع تقدر ترحب بالضيف وكذا منا وعادي، بصح الميدان حميدان.
لأن كرة القدم تلعب في الميدان، ما تلعبش في الشارع. الشارع راه معاك وكذا منا وتقدر دير معاه اي حاجه، بصح الميدان انت منافس ليا في الميدان، انت خصمي في الميدان، وانا باغي اللقب في الميدان، بصح ماشي تشجعني انا في الميدان. مثلا كون انت مشيت لتونس ولا الجزائر ولا مصر في كاس افريقيا غادي يشجعك نشجعوك؟ لا ما نشجعوكش. تمشي لمصر المصريين غادي يشجعوك؟ لا ما يشجعوك. يقول لك المنتخب ديالنا هو اللي خصو يديه. هكا خصك تكون، ماشي تقول لي لا لا عاديه. لا ماشي عاديه. كرة القدم في الميدان، الميدان هذاك الملعب، ملعب راه الخصم ديالك في الملعب. اي منتخب راك تشجعو راك خاطئ فيه، وسيرتو الاقوياء. انا نقولها لكم، هذا ميساج ليكم. هاد الناس خصكم تحسوهم بانهم راهم لاعبين خارج الميدان ديالو. برا دير اللي بغيت، برا تهلا فيه ولا ماشي شغلك. في التالي غادي ما نعرف واش غادي تندموا على داكشي اللي ديروا ولا الشيء اللي شفناه، لانه قادر في التالي غادي يسبوكم وكذا منا وتوليو تندموا على داكشي عادي. مي انا نهضر معاكم، راه ما تشجع لا المنتخب المصري ولا المنتخب الجزائري ديالنا ولا المنتخب الكاميروني. شي راه تبع دخلوا للكاميرون 35,000 عادي كانوا يتفرجوا ويتمنظروا ويشجعوا هذا ويشجعوا هذا، وكانت لومبيونس. ولكن في نفس الوقت خصك تعرف بلي المنتخب ديالك هو اللي خاصو تشجيع. المنتخب ديالك خصك تشجعه في المغرب كامل، وتوقف مع المنتخب ديالك في السراء والضراء. 60,000 ولا 70,000 في الملعب، وتكون على ملعب مولاي عبد الله، وخارج ملعب مولاي عبد الله تكون واحد 100,000 ولا 70,000 مع المنتخب المغربي. وقف معاه. هذاك راه خصمك في الميدان الاخر راك تشجعو، لانه راه خصمك، لانه لو تشجعوا اليوم غدوه في الربع النهائي تلقى معاك يولي لك حاجه اخرى وتحصل نتايا فيه. واش فهمتوني؟ راه كاين الناس اللي غادي يفهمون هذا الميساج، راني استفدتوا للجميع، خصكم تفهموها. خليك في كره القدم في الميدان، راك ضدي، راك خصمي. هذه كره القدم خصكم تدخلوها لراسكم. هذه راه ماشي حاجه اللي سهله. راه غدوه يتلاقى معاك في الربع، سواء مصر سواء تونس سواء الجزائر، تلاقاو معاك في الربع راه غترون معاك، غادي يسبوك ويخليوهم كاع لك ولاد، لانه غدوه والله غير يسمعوك السب اللي عمره ما سمع.